بتشتغل يوم و10 لأ، والدنيا جاية عليك والأسعار بتزيد كل يوم عن التاني ومش عارف تتصرف إزاي. ما تقلقش، لأن وزارة العمل دلوقتي هتصرف لك منحة العمالة غير المنتظمة اللي قيمتها بتوصل لحد 1500 جنيه. المنحة دي بتتصرف 6 مرات في السنة في المناسبات زي المولد النبوي، عيد الميلاد، شهر رمضان، العيدين الكبير والصغير، وكمان عيد العمال. وعلشان تقدم عليها ادخل على موقع وزارة العمل واختار العمالة غير المنتظمة وسجل بياناتك. بس لازم تعرف إن المنح دي بتتصرف بس للعمالة اللي مقيدة رسميا في قاعدة بيانات وزارة العمل، سواء من خلال الشركات أو المقاولين أو من خلال الحصر اللي بتعمله الوزارة ومديريتها. كمان العمالة غير المنتظمة ليها رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث، وإضاف كمان بند جديد اسمه مواجهة الحوادث، وده بيخلي أسر العمالة اللي حصل لهم حادث سواء كانوا مسجلين أو لا ياخدوا 200,000 جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20,000 جنيه في حالة الإصابة. دلوقتي قل لنا، سجلت منحة العمالة غير المنتظمة؟